هو غالبا المشكلة فيا انا. يعني المشكلة فيا انا ان انا كل فريق بشجعه في البطولة دي لازم بيخسر، او كل حاجة عربية انا بشجعها لازم بتخسر. يعني شجعنا المغرب طلعت من دور الاربعة او من نص النهائي في كاس العالم. شجعنا الهلال، يعني انا اصلا مشجع للنصر، اشجع الهلال بمناسبة ايه؟ اشجع الهلال فيتغلب 2-1 من فلومينينسي البرازيلي. بس يعني خلينا كده كلمتين في السريع. يعني الفيديو ده ما ينفعش يبقى طويل لان هو خلاص متصور مقاس ريل يعني. يا شناوي، شوف بونو بيطلع في الانفرادات ازاي واتعلم. طبعا هارد لك للهلال، يعني او هارد لك للهلال. عملوا اللي عليهم وشرفونا ولعبوا بأداء رجولي. بس فلومينينسي الفريق العواجيز ده اللي جايبين دانيال كريج تقريبا، او دانيال كري بتاع افلام 007 او افلام جيمس بوند يدربهم. بس الفيرجن يعني الايه، العجوزة 10 15 سنة. الفرقة العواجيز دي عندها الدوافع وعندها القدرة البدنية انها تكمل. ده اللي بنتمنى ان احنا نشوفه في لعيبتنا، سواء بقى لعيبة الاهلي او لعيبة منتخب مصر او اللعيبة العرب عموما. ان لعيبة اعمارهم كلها فوق ال 28 وطالع، وشوف البدني بتاعهم عامل ازاي لحد اخر دقيقة، لحد الدقيقة 99 في المباراة، وازاي عندهم دوافع وازاي بيلعبوا للتيشيرت بتاعهم. فريق العواجيز ده بعد الاهلي ما كسب الاتحاد في 2022 تقريبا، مش فاكر 2022 ولا 2023، الاهلي كسب الاتحاد ولعب فلومينينسي، وكانت دي يعني اكتر فرصة ان الاهلي يلعب نهائي. وغلبونا 2-0. لعبنا عليهم الشوط الاول، بس البدني في الشوط الثاني سعفهم هم ان هم يكملوا، كسبونا 2-0. وبعدها شالوا من مانشستر سيتي، مش فاكر 4-0 باين، او اتغلبوا 2-0 حاجه كده يعني. ف ده فريق الهلال اهو. الفلوس مش كل حاجه. 160 مليون يورو بيلعبوا 30 40 مليون يورو، واتغلبوا 2-1. هارد لك، او هارد لك لنادي الهلال، ومتعوضه في اللي جاي. ونتمنى التوفيق طبعا للنادي الاهلي ولكل الانديه العربيه فيما هو قادم. السلام عليكم.